أكلة بروايح الزمن الجميل. الأكلة دي بتفكرني بأيام جدتي. تورلي هنعمله بطريقتين: طريقة عادية اللي هي زي الطبيخ العادي، وكمان طاجن في الفرن. هوريكم الطريقتين وانتوا اعملوا اللي يريحكم. أول حاجة طلعت كل الخضار بقى اللي عندي في التلاجة من العيد قبل ما يبوظ. هنا بقى معايا فاصوليا خضراء، كوسة، جزر، بطاطس، والطماطم طبعا عشان الصلصة. غسلتهم كده غسلة حلوة ونقعتهم كمان في مية وخل وملح، وبعد كده حطيتهم في مصفى عشان يتصفوا، وخرطتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده زي الفل، عشان بقى نبتدي نجهزه. انا بصراحة ما بحبش احط دايما الخضار كده في قلب الصلصة على طول. انا بحب ان انا اشوح الخضار كده، اديله تشويحة في السمنة، اخلي السمنة كده تتغلغل جوه كل حباية وتاخد كده لون حلو، وبعد كده بحطها في الصلصة. فحطيتها هنا في الحلة بتاعتي، وابتديت ان انا اشوحها كده في سمنة بلدي. طبعا استخدمي السمنة اللي انتي بتحبيها، او زيت حتى لو انتي عايزة، بس طبعا في السمنة البلدي الاكل بيبقى طعمه احلى بكتير. في حلة تانية بقى اصغر قلت بقى هسبك الطماطم. حطيت هنا بصل قطعته كبير علشان يبقى مكعبات زي بقية الخضار. شوحت هنا البصل بتاعي برضو في حتة سمنة، وبعد كده حطيت الطماطم. انا بسيبش الطماطم تتسبك قوي لان انا عايزة الخضار يستوي فيها. فهنا حطيت بقى شوية شوربة كانت عندي، وحطيت كمان معلقة سكر علشان الحموضة. حطيت شوية توابل مشكلة من اللي انا بعملها، وشوية ملح، وهقلبهم كده واسيبهم يتسبكوا شوية صغيرين، يعني نص تسبيك. مش يتسبكوا خالص لغاية ما تتقل، لا نص تسبيكة، علشان انا عايزاها تبقى فيها زي مية كده علشان تسوي الخضار بتاعي. فهنا كده غطيتها وسبتها عشان تتسبك النص تسبيكة اللي انا عايزاها. رجعت تاني هنا بقى اقلب الخضار عشان كله كده ياخد اللون اللي انا عايزاه. هنا بقى زي ما قلت لكم هعمله بطريقتين: طريقة هحطها في الطاجن الحلو بتاع زمان ده، القديم ده اللي شكله يعني يفتح النفس، الاكل بيبقى فيه خطير جدا. وجبت هنا بقى الخضار بتاعي، احطه كده في نص الطاجن بتاعي علشان اديله مساحة يستوي كده، مش هاملاه لغاية الاخره. وبعد كده خلاص الصلصة اهي اتعملت. شايفين مش متسبكة قوي، فيها سوائل. حطيت بقى هنا الصلصة في الطاجن، وبرضو ما وصلتوش للاخر، سبت حتة كده من فوق، ودخلته الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الاوسطي. هنا بقى حطيت بقية الخضار وحطيت عليه بقية الصلصة، ووطيت هنا عليه العقول، عليته وبعد كده وطيت علشان الخضار بتاعي يستوي زي اي طبيخ ما بنعمله. هنا بقى خلاص كده كان استوى. طبعا انا يعني ما بسويهوش قوي، بسيبه فيه حتة كده علشان يقرمش معايا كده، ما يبقاش مهري. يعني عملت جنبه هنا رز بالشعرية. لو عايزين اقول لكم طريقتي في الرز عشان يطلع مفلفل كده وجميل قولولي اعمله لكم في فيديو منفصل. جبت بقى هنا طاسة حطيت فيها سمنة، وحطيت فيها بقى توم عشان نعمل طشة زي بتاعة الملوخية كده، وزي بتاعة البامية الويكا. عارفين البامية الخضراء الويكا دي؟ عموما لو مش عارفينها انا هعملها الفيديو الجاي. تابعوا القناة بقى علشان تشوفوا الوصفة الجاية، البامية الخضراء اللي احنا بنقول عليها ويكا. عملت طشة كده زي بتاعة البامية والملوخية. حطيت كزبرة، ويعني شوحت كده التوم لغاية ما خد لون دهبي حلو. هنا بقى الطاجن بتاعنا كان طالع بقى يعني بصوا سامعين الصوت. هنا بقى احط بقى الطشة بتاعتي كده من فوق، وبصوا بقى كلوا احلى طاجن تورلي. بصوا شكله اصلا لوحده يفتح النفس. عملتها لكم بالطريقتين، والطريقتين اجمل من بعض. كلوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. لو انتوا بقى بتحبوا الطواجن الجميلة اللي في الفرن دي، اعملوا الطاجن ده بجد هيعجبكم جدا جدا، ومش هتبطلوا تعملوه. بصوا تحفة، خطيرة جدا جدا. كمان جنبها بقى الرز بالشعرية، يامي يامي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.